اخوان الدوله ما كانش حصل انقلاب. نعطي فرصه للاستاذ احمد ونعطي فرصه لضيف اخر عبر الهاتف وهو الاستاذ احمد ابراهيم، منسق عام حركه تمرد اعتقد بمحافظه الاسكندريه. اهلا بك معنا استاذ احمد. لعلنا تحدثنا في عرض إخباري سابق أستاذ أحمد عن قراركم بحل حركة تمرد بالإسكندرية لرفضها لبعض اتجاهات أو مسار الحركة المركزية في القاهرة. يعني نرجو أن نسمع منك الأسباب التي دعتكم إلى ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا أحداث الثورة كانت بتنص على ان مفيش مدني يتحاكم محاكمات عسكريه. فمعنى ان مدني يتحاكم محاكمات عسكريه او نقبل ان في قانون يتحط بالنص ده، يبقى احنا كده بنحوض عن مسار الثوره الصحيحه. نمره 2 قانون التظاهر. مبدئيا مظاهره اتعملت اعتراض على قانون التظاهر قدام مجلس الشورى، طبعا كلنا شفنا بالفيديوهات الافراط في التعامل من قبل رجال الامن، افراط كان باين جدا، ظلم واقع قدام الناس على الهوا، يعني فاللي هو مش محتاج ان انا افسر الفيديو. بالنسبه لمعامله بنات، بالنسبه لمعامله شباب، ضرب وسحل واهانه وشتيمه بالام وبالاب، كل دوت مش اهداف ثوره. اهداف ثوره 25 وثوره 30 اللي هي مكمله ثوره 25 هي اللي بتنص ان مفيش مدني يتحكم محاكمه عسكريه، وان مفيش قانون تظاهر يتعمل زي دوت. ولو حد زي من الحكومه بيقول ان القانون بتاع التظاهر مش بره في انجلترا وفرنسا، المواطن بره اخد حقوقه، انما في مصر المواطن مش اخد حقوقه عشان تقول له تظاهر. بتتكلم ازاي؟ وبالتالي اتخذتم قراركم بحل. اتخذنا القرار لان احنا والمفروض ان كانت المركز الرئيسي القاهره المفروض هو كان ياخد القرار قبلينا. طب ما الذي يمنعه من اتخاذ مثل هذه القرارات من وجهه نظرك؟ ما كده تبقى قرارهم هم. انما احنا بنتكلم كقياده في مركزيه في اسكندريه، خدنا القرار ان احنا ننفصل علشان احنا شايفين بنحوض عن مسار الثوره الصحيح. وزي ما قلت لحضرتك من شويه، مسار الثوره الصحيح ان احنا ما يبقاش فيه مدنيين بيتحكموا محاكمات عسكريه، ولا يبقى فيه قانون تظاهر ده بالنص اللي موجود. شكرا جزيلا. احمد ابراهيم، منسق عام حركه تمرد بمحافظه الاسكندريه والذي اعلن انفصاله عن الحركه الام في القاهره. هل لك تعليق استاذ احمد على ما فعله تمرد اسكندريه؟ يعني شوف، الاستاذ سعيد كان بيتكلم في السياقات، انا مع خلافي معاه في التفاصيل، وانا